كان يا مكان كان في دولة مساحتها كبيرة جدا اسمها مصر. ولكن المصريين علشان شاربين من نيلها وبيحبوا يغنوا لها عاشوا في جزء صغير جدا من مصر، الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وباقي مصر مساحات عملاقة جدا فاضية. طيب ليه؟ ايه الاسباب؟ يلا بينا نشوف. اعزائي طلاب اولى ثانوي في كل مكان في الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة مع الجيو في درس بعنوان توزيع السكان والكثافة السكانية في مصر. واشمعنى بقى يا جيو السكان سابوا مصر كلها وتركزوا في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم؟ سمي الله الاول كده، صلى على رسول الله. خد حسنات وركز معايا، ولو اول مره تشوفني على طول انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديده اول باول، ولايك وشير كتير بقى لكل اصحابك. دعمكم للقناه ده هو اللي بيحفزنا وبيشجعنا نقدر نكمل باذن الله. ويلا بينا نشوف ايه حكايه توزيع السكان والكثافه السكانيه في مصر. ولكن في البدايه كده حبايبي خلينا اقول لكم ان يختلف توزيع السكان في مصر من محافظه الى اخرى، يعني اعداد السكان بتختلف من مكان للتاني او من محافظة للتانية، والكلام ده طبعا عرفناه باستفاضة كبيرة جدا الدرس اللي فات. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الجديد في درس النهاردة. خد بالك بقى كده وركز. وتعكس خريطة توزيع السكان في مصر التفاعل بين الإنسان وبيئته الطبيعية، حيث ركز يتسم توزيع السكان بالتمركز الشديد والكثافة المرتفعة في مساحة لا تزيد عن 45 ألف كيلو متر مربع، والكلام ده كان في إحصائيات سنة 2012. خد بالك بقى كده وركز معايا. يعني زي ما قلنا من شوية إن المصريين سايبين مساحة مصر كلها العملاقة دي اللي تقريبا مليون كيلو متر، وقاعدين في جزء صغير جدا اللي هو الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم وكام حتة صغيرة كمان كده. المساحات دي كلها بقى لا تتعدى ال 45 ألف كيلو متر مربع، يعني تقريبا 5% بس من مساحة مصر. ما هي مساحة مصر كلها قلنا مليون كيلو متر. طيب وايه المشكلة في كده يعني يا جيو؟ ما أنا جاي لك في الكلام أهو، خد بالك. مما يشكل ضغطا على الموارد الاقتصادية المتاحة. خد بالك وركز. يعني السكان هالكين موارد المساحة الصغيرة اللي هم عايشين فيها دي، واللي قلنا 5% بس من مساحة مصر، وسايبين 95% من مساحة مصر وسايبين مواردها كمان مش مستفيدين منها بحاجة. فيعيش ركز وخد بالك 98.2% من السكان في أقل من 5% من مساحة مصر، واللي هم زي ما قلنا الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. أما بقى 1.8% من السكان في أكثر من 95% من مساحة مصر في المحافظات الحدودية، واللي هي يعني المحافظات الصحراوية. وبذلك نجد أن هناك توزيع غير متجانس للسكان، يعني توزيع السكان عندنا في مصر غير عادل. يبقى خد بالك بقى وركز، لأنه من الآخر كده بيقول لك إن أقل من 2% من الناس منتشرين في باقي المساحات العملاقة اللي في مصر دي، أما الناس متركزين في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. فتخيل انت بقى حجم الكثافة السكانية الموجودة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، دول حاجة فظيعة طبعا. وعلى فكرة مصر بقى دلوقتي بتعمل المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها 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 علشان توسع مساحة للناس تقدر تعيش فيها، وتقلل بقى من الاختناق السكاني اللي في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب وايه الاسباب يا جيو اللي مخليه سكان مصر يعيشوا في جزء صغير كده من مساحة مصر وسايبين باقي المساحات؟ سم الله، صلى على رسول الله وركز معايا. تعال نشوف. قالك بقى يا سيدي ان في شوية عوامل كده بيأثروا لي على توزيع السكان. العوامل دي منها الطبيعي ومنها البشري، يعني منها اللي من عند ربنا البشر ملهمش تدخل فيه، ومنها البشري يعني الإنسان هو السبب فيه. قالك كمان بقى ان العوامل الطبيعية اللي خلت السكان يتركزوا في 5% بس من مساحة مصر دي 4 عوامل. رقم 1 الموارد المائية، رقم 2 التربة الخصبة، رقم 3 المناخ، رقم 4 والأخير التضاريس. أما بقى العوامل البشرية 3 عوامل بس. رقم 1 النشاط الاقتصادي، رقم 2 طرق النقل والمواصلات، رقم 3 الظروف السياسية والعسكرية. وطبعا لو جيت سألت أي واحد هنا وقلت له إيه أهم مورد في الموارد دي كلها،
سواء الطبيعية أو البشرية؟ هتقول لي إيه؟ ها؟ اكيد طبعا الموارد المائيه يا جيو. هو في حد بيقدر يعيش من غير ميه؟ الله عليك، برافو. وعلشان كده بقى يا حبايبي نلاقي إن 98.2% من السكان عندنا في مصر قاعدين في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم جنب مية النيل طبعا زي ما احنا عارفين. طيب يلا بينا بقى ناخدهم واحدة واحدة كده ونفرم كل تفاصيلهم، ونبدأ بالموارد المائية، حيث يتركز السكان في مناطق المياه العذبة، وده طبيعي جدا. حتى ربنا قال في كتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني المية دي يا أولاد أساس الحياة، من غير مية إحنا ما نقدرش نعيش. فالمية طبعا هي أهم مورد لتركز السكان، وعلشان كده يتركز السكان في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم بجوار إيه؟ نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط، واللي هم 98.2% من السكان زي ما قلنا. طيب وال1.8% الباقيين يا جيو المنتشرين في باقي مصر دول بيجي لهم ميه منين بقى؟ ما هو يا ابني ربنا ما بيخلقش عبد وينساه. فشوف بقى بيقول لك ايه: يوجد سكان الصحاري في الواحات حيث الابار والعيون. يعني الناس بقى الباقيه دي بيستخدموا ميه الابار والعيون. طيب تعالوا بقى نشوف العامل رقم 2 من العوامل الطبيعيه المؤثرة في توزيع السكان، وهي التربة الخصبة. وطبعا احنا شطار وعارفين ان طالما في نيل يبقى في ايه جنب النيل على ضفافه؟ التربة الخصبة. برافو. وبما ان فيه تربة خصبة يبقى فيه مراكز عمرانية وانتشار سكاني، مباني بقى وبيوت ومساكن الناس عايشة فيها، صح كده ولا ايه؟ بالتالي كمان بينتشر عندي حرفة الزراعة. يبقى خد بالك بقى كده وركز معايا: تسود حرفة الزراعة في مناطق التربة الخصبة، ويرتبط بها زيادة أعداد مراكز العمران. يعني كل ما كان فيه تربة خصبة كتير كل ما النشاط الزراعي كان أوسع، بالتالي كل ما كان تركز السكان أكتر، صح كده ولا إيه؟ وعلشان كده بنقول تختلف كثافة السكان تبعا لاختلاف جودة التربة، حيث ركز معايا كده الله يبارك لك: يتركز السكان في وسط وجنوب الدلتا بسبب خصوبة التربة، ولكن خد بالك يقل السكان في رقم 1 الأطراف الشمالية للدلتا بسبب انتشار المستنقعات وملوحة التربة. طيب وايه سبب وجود المستنقعات والتربه الملحيه في شمال الدلتا يا جيو بقى؟ السبب بقى يا سيدي زي ما احنا عارفين ان النيل ده بيجي من الجنوب للشمال، وبيجي على شكل منحدر علشان ايه؟ يصب ميته في النهاية في البحر المتوسط. الميل بقى بتاع النيل ده بيفضل يقل 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 لحد ما يجي في النهاية في الجزء بتاع الدلتا ده وبينعدم او بيقل خالص، بالتالي بينتشر عندي ايه؟ المستنقعات. اما بقى بالنسبة لملوحة التربة فده بسبب تأثير البحر المتوسط على الارض اللي جنبه، فالارض بتتملح وبتبقى غير صالحة للزراعة. وعلشان كده بقى يا حبايبي تركيز السكان بيقل في معظم أجزاء شمال الدلتا. وخد بالك من كلمة معظم أجزاء شمال الدلتا دي، علشان هنعرف بعد شوية إن في مدن في شمال الدلتا برضه كثيفة السكان أو فيها تركز سكاني، زي مدينة الإسكندرية كده اللي موجودة برضه في شمال الدلتا. طيب ركز معايا بقى وتعالى نشوف رقم 2. كمان بيقول لك إنه يقل تركز السكان في الأطراف الشرقية والغربية للدلتا، وده طبعا بسبب فقر التربة. طيب وايه سبب ان التربه فقيره في شرق وغرب الدلتا بقى يا جيو؟ من الاخر كده ركز معايا، سم الله صلى على رسول الله: احنا كل ما نروح ناحية الغرب مش بندخل في الصحراء الغربية، وكل ما نروح ناحية الشرق مش بندخل في الصحراء الشرقية. اذا الطمي بتاع النيل او التربة بتاعة النيل دي بتبدأ تختلط بالرملة بتاعة الصحراء دي، فبيبقى عنده تربة كده صفرة، بتبقى تربة هشة وضعيفة، بالتالي بتكون فقيرة. وعلشان كده بنقول تركز السكان بيقل في الأطراف الشرقية وكمان الأطراف الغربية. طيب يجي يسألني هنا ازاي بقى؟ سم الله صلى على رسول الله، ركز بقى في الأفكار المهمة اللي جاية دي. السؤال الأول: يؤثر عامل التربة بالسلب على توزيع السكان في محافظة نقط. هل رقم 1 الغربية، رقم 2 القاهرة، رقم 3 البحيرة، رقم 4 أسيوط؟ فكر بقى كده وجاوب. يبقى الاجابه رقم جيو محافظه البحيره، لان محافظه البحيره تقع غرب الدلتا، وحضرتك قلت ان الاطراف الشرقيه والغربيه للدلتا تربطهم فقيره، وده بيأثر على توزيع السكان. الله الله عليك، برافو. طيب تعالى بقى وريني شطارتك كده في السؤال الثاني:
العامل الرئيسي المسبب في انخفاض الكثافة السكانية في محافظة كفر الشيخ هو نقط. هل رقم 1 موارد المياه، رقم 2 المناخ، رقم 3 التربة، رقم 4 النقل والمواصلات؟ فكر بقى كده وجاوب. يبقى الإجابة رقم 3 يا جيو، لأن حضرتك قلت لنا إن الأطراف الشمالية للدلتا يقل سكانها بسبب انتشار المستنقعات وملوحة التربة، ومحافظة كفر الشيخ موجودة في شمال الدلتا. الله عليك، ده يبقى الشطارة والحلاوة دي. لا ممتاز جدا، برافو. طيب تعالوا بقى يا حبايبي ندخل على العامل رقم 3 من العوامل المؤثرة في توزيع السكان، وهو المناخ. ولو طبعا جيت هنا وسألت أي عيل صغير لسه في أولى إعدادي وقلت له إيه هي أهم عناصر المناخ، هيقول لي أكيد عنصرين، الحرارة والأمطار يا جيو، ده احنا واخدينها من أيام أولى إعدادي دي. عفريت أنت في الحاجات بتاعت أولى إعدادي، أما في منهجك بتقلب بطة بلدي. طيب تعالى بقى أسألك سؤال هنا، سم الله صلى على رسول الله. ركز. لو جيت سألتك وقلت لك هنا أنت تحب تعيش في مناطق مناخها معتدل ولا مناطق مناخها صحراوي، هتقول لي إيه؟ أكيد أحب أعيش في المناطق اللي مناخها معتدل يا جيو، إيه اللي هيوديني في المناطق الصحراوية؟ زي الفل. وعلشان كده بقى أولاد بنقول ركز. يتركز السكان في المناطق المعتدلة مثل محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، والمدينتين الاتنين دول موجودين فين؟ في شمال مصر، يعني في إقليم البحر المتوسط اللي خدناه في الترم الأول. يعني موجودين في مناخ ولا أجمل من كده، صح ولا إيه؟ ولكن خد بالك بقى وركز، يقل السكان في المناطق الصحراوية. طيب ليه بقى بيقلوا في المناطق الصحراوية؟ سم الله وركز. بسبب رقم 1 ارتفاع درجة الحرارة، رقم 2 ندرة المياه، والكلام ده ممكن نشوفه في محافظتي الوادي الجديد ومطروح. وعلشان كده بقى حبايبي، فالمناخ من العوامل الطبيعية المؤثرة جدا في توزيع السكان. طيب تعالوا بقى نشوف العامل رقم 4 معانا من العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان، وهو التضاريس. وزي ما سألتك في المناخ تحب تعيش في مناخ معتدل ولا صحراوي، وجاوبت عليا وقلت لي احب اعيش في المناخ المعتدل، تعالى برضه اسألك سؤال هنا واقول لك تحب تعيش في مناطق سهلية، يعني اللي فيها تربة خصبة بالتالي بقى فيها عمران وتركز سكاني وكده، ولا تحب تعيش في مناطق جبلية وعرة؟ أكيد طبعا أحب أعيش في المناطق الساحلية يا جيو، إيه اللي هيخليني أعيش في منطقة جبلية؟ برافو. إذن يا حبايبي نقدر نقول إن يتركز السكان في مناطق السهول خاصة الفيضية، ويرجع ذلك إلى، شوف بقى ليه الناس بتحب تعيش في المناطق الساحلية. خد بالك، رقم 1 توافر التربة الخصبة والمياه العذبة. في تربة خصبة وفيه مياه عذبة، زي طبعا تربة النيل، الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وكمان المياه العذبة بتاعت النيل نفسه. وعلشان كده الناس بتتركز في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب رقم 2 سهولة مد الطرق، وبما ان نقدر نمد طرق في المناطق السهلية يبقى اكيد كمان نقدر نعمل رقم 3 إنشاء المراكز العمرانية كالمدن. ما هو احنا ما نعرفش نعمل مدن قبل ما نعمل الطرق، صح كده ولا ايه؟ الطرق الأول وبعدين نعمل المدن اللي الناس تتركز فيها. وعلشان كده خد بالك إنه مثلا لو جالك في سؤال وقال لك ايه هي أكتر العوامل اللي بتأثر في تركز السكان في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، ممكن تقول دلوقتي على طول هي المية، هقول لك برافو. بس لو ما قالكش في السؤال المية نختار على طول التضاريس، لان التضاريس زي ما شفنا كده اللي هي السهول يعني عامل مهم جدا لتركز السكان. وعلشان كده السكان عندنا في مصر اتركزهم في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. ودي بقى حبايبي كانت كل العوامل الطبيعية اللي بتؤثر على تركز السكان. تعالوا بقى ناخد سؤالين هنا نحبس بيهم ونفرم بيهم الجزئية دي ونكمل كلامنا. السؤال الأول، يعد أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان بمحافظة الإسكندرية نقط. هل رقم 1 مظاهر السطح، رقم 2 السمات المناخية، رقم 3 موارد المياه، رقم 4 التربة الخصبة؟ فكر بقى كده وجاوب. يبقى الإجابة رقم 2 يا جيو، السمات المناخية، لأن حضرتك قلت إن المناخ بيؤثر في توزيع السكان، فيتركز السكان في المناطق المعتدلة مثل الإسكندرية التي تقع ضمن إقليم البحر المتوسط. الله الله عليك، ممتاز جدا. طيب تعالى بقى وريني شطارتك كده في السؤال الثاني.
يعد أكثر العوامل تأثيرا في التركز السكاني بمصر نقط. هل رقم 1 موارد المياه، ولا رقم 2 التربة الخصبة، ولا رقم 3 المناخ، ولا رقم 4 التضاريس؟ فكر كده وجاوب. يبقى الإجابة رقم 1 يا جيو، موارد المياه، لأن حضرتك قلت لنا إن يتركز 98.2% من سكان مصر في منطقة الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وده طبعا لوجود نهر النيل. الله عليك وعلى كل طالب شاطر مركز معانا وبيجاوب الأسئلة دي قبل ما احنا نجاوبها. طيب تعالى بقى ناخد كمان سؤال مقالي، والسؤال ده للناس اللي مركزة جدا وشاطرة جدا جدا. سمي الله بقى، صلى على رسول الله. ركز معايا. السؤال بيقول: ما العلاقة بين توزيع السكان والرواسب الفيضية في الدلتا؟ قول لي بقى ايه العلاقة بين توزيع السكان والرواسب الفيضية؟ وعلشان اسهلها عليك، الرواسب الفيضية اللي هي يعني التربة. يبقى الإجابة يا جيو، تختلف جودة الرواسب الفيضية من مكان لآخر في الدلتا، مما يؤثر على توزيع السكان، حيث رقم 1 يتركز السكان في وسط وجنوب الدلتا بسبب خصوبة التربة، ويقل السكان في الأطراف الشمالية للدلتا بسبب انتشار المستنقعات وملوحة التربة. كمان يقل السكان في الأطراف الشرقية والغربية للدلتا بسبب فقر التربة. الله الله، بجد انت كده فهمت وفرمت كل العوامل الطبيعية اللي بتأثر على توزيع السكان. يلا بينا بقى نفهم ونفرم كمان كل العوامل البشرية اللي بتأثر على توزيع السكان. يلا بينا يلا بينا، سمي الله بقى، صلى على رسول الله. قلنا ان العوامل البشرية 3 حاجات: رقم 1 الأنشطة الاقتصادية، رقم 2 طرق النقل والمواصلات، رقم 3 الظروف السياسية والعسكرية. طيب يلا بينا بقى نبدأ برقم 1 وهو النشاط الاقتصادي. والأنشطة الاقتصادية يا حبايبي ببساطة كده هي الشغل اللي الناس بتشتغله بأنواع المختلفة بقى. فركز بقى كده، بيقول لك ايه؟ انه تؤثر الأنشطة الاقتصادية للسكان في توزيعهم وكثافتهم، حيث يتركز السكان في ركز وشوف الأنشطة الاقتصادية أو الشغل بقى بيخلي السكان يتركزهم فين؟ رقم 1 المناطق الزراعية مثل الوادي والدلتا، وده طبيعي جدا وبسبب طبعا تربة ومية نهر النيل. طيب رقم 2 المناطق الصناعية مثل مدينة السادس من أكتوبر. وخدوا بالكم، مدينة السادس من أكتوبر دي مدينة فيها مصانع وشركات وحاجات صناعية كتير جدا، وعلشان كده الناس بتهاجر وتروح تعيش هناك علشان تشتغل طبعا في مجال الصناعة. طيب رقم 3 المناطق السياحية مثل طبعا شواطئ سيناء والبحر الأحمر. طيب رقم 4 مناطق التعدين مثل رأس غارب على خليج السويس. ودي بقى يا حبايبي كانت الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة عندنا اللي بتأثر على إيه؟ توزيع وتركز السكان. برافو. يلا بينا بقى ندخل على تاني عامل من العوامل البشرية اللي بتأثر في توزيع السكان، وهو ايه؟ طرق النقل والمواصلات. برافو. وطبعا بما اننا يعني ناس جغرافيين وشاطرين وفارمين المنهج وعارفين كل حاجة في الجغرافيا، لو جيت سألتك هنا بقى ايه اول حاجة انا ممكن اعملها علشان ابني او اعمل مراكز عمرانية جديدة؟ هتقول لي ايه؟ أكيد أول خطوة هعملها يا جيو إن أعمل طرق علشان أقدر أوصل من خلالها للمناطق الجديدة اللي أنا هعمرها دي. وعلشان كده يا جيو حضرتك قلت لنا من شوية إن مصر مهتمة في الوقت الحالي بإنشاء الطرق والكباري، وده طبعا علشان نقدر نوصل للمدن الجديدة اللي بنبنيها في مصر. ده ايه الشطارة دي؟ طيب تعالى بقى كده ركز معايا في الخريطة دي واسمع المثال ده. دي يا أولاد قناة السويس، واللي بتوصل طبعا البحر الأحمر بالبحر المتوسط، واللي احنا عارفينه طبعا وفارمينه من الترم الأول. وطبعا عارفين إن قناة السويس دي طريق نقل بحري مهم جدا. طيب ركز بقى، القناة دي عليها شوية مدن كده زي مثلا مدينة بورسعيد ومدينة الإسماعيلية ومدينة القنطرة، ومعظم سكان المدن دي بيشتغلوا في التجارة بسبب طبعا وجودهم على قناة السويس. طيب السؤال هنا بقى، هل المدن دي كانت موجودة أصلا قبل ما نحفر قناة السويس؟ الإجابة عزيزي الطالب الشطور، لأ، المدن دي ما كانتش موجودة. إذا اللي أنا عايز أقوله لك هنا بكل بساطة، سم الله، صل على رسول الله، ركز معايا، إن يلعب الموقع بالنسبة لخطوط المواصلات العالمية والمحلية دورا كبيرا في توزيع السكان. ومن أمثلة ذلك منطقة قناة السويس التي لم يكن فيها عمران ملحوظ قبل حفر القناة،
وأصبحت بعد الحفر من المناطق التي اجتذبت إليها السكان بأعداد كبيرة، وظهرت المدن مثل مدينة بورسعيد ومدينة الإسماعيلية ومدينة كمان القنطرة زي الفل. يبقى معنى كده يا أولاد إن طرق النقل والمواصلات عامل مهم جدا من عوامل توزيع السكان. طيب يجي بقى في الامتحان يحور عليا ويسألني هنا ازاي؟ سم الله، صل على رسول الله، وركز معايا جدا جدا في الأفكار المهمة اللي جاية دي. من خلال الخريطة المقابلة نستنتج أن المدينة المشار إليها تتسم بأنها جاذبة للسكان بسبب إيه؟ خد بالك بقى كده في الخريطة هتلاقيه مشاور لك على مدينة القنطرة اللي موجودة غرب قناة السويس، يعني بتقع على قناة السويس. طيب يبقى الإجابة هل رقم 1 طرق النقل والمواصلات، ولا رقم 2 الظروف السياسية والعسكرية، والنقطة دي طبعا لسه ما شرحناهاش هنشرحها دلوقتي، ولا رقم 3 النشاط الاقتصادي، ولا رقم 4 موارد المياه؟ ها فكر بقى كده وجاوب عليا. يبقى الإجابة رقم 1 يا جيو بسبب طرق النقل والمواصلات، وكمان رقم 3 بسبب النشاط الاقتصادي، لأن حضرتك قلت لنا يا جيو من شوية إن مدينة القنطرة دي بتقع على قناة السويس، وقناة السويس من طرق النقل والمواصلات البحرية المهمة جدا. كمان بسبب وقوع مدينة القنطرة على قناة السويس فسكانها اشتغلوا في مجال التجارة، والتجارة من المجالات الاقتصادية، فتبقى الإجابة يا جيو بسبب طرق النقل والمواصلات وبسبب النشاط الاقتصادي كمان. الله الله الله، ده ايه بقى الحلاوة والشطارة والإجابات الجامدة دي؟ لا ممتاز جدا. وبكده يا أولاد فاحنا ربطنا في سؤال واحد بس الجزئين اللي احنا شرحناهم في العوامل البشرية. طيب تعالوا بقى نشوف آخر عامل معانا من العوامل البشرية واللي أثرت في توزيع السكان، وهو الظروف السياسية والعسكرية. ممتاز. سم الله بقى، صلى على رسول الله واسمع الحكاية دي. كان يا مكان كان في ناس وحشين اسمهم اليهود، جم واحتلوا فلسطين العربية وأطماعهم زادت، فجم كمان حربوا مصر سنة 67 واحتلوا شبه جزيرة سينا. فيا عين السكان اللي كانوا عايشين في سينا سابوا سينا وجم عاشوا داخل مصر في محافظات مصر المختلفة بقى. طيب احنا بقى كمصريين هنسكت على الكلام ده؟ ابدا ما سكتناش، ده احنا قمنا متكتكين ومخططين ورحنا رنناهم علقة جامدة جدا سنة 73 واستردنا تاني سينا، واهل سينا رجعوا تاني لسينا ورجعوا لبيوتهم من تاني. ركز بقى وخد بالك كده واصحى للكلام. معنى القصة دي اللي عايز اوصله لك، خد بالك ان تؤثر الظروف السياسية والعسكرية في اعادة توزيع السكان، حيث ركز ادى احتلال اسرائيل لسينا عام 1967 وما تبعها من احداث حربية الى نزوح، يعني خروج اعداد كبيرة من سكان سينا ومدن قناة السويس الى مناطق اخرى داخل مصر، مما اثر على توزيع السكان. ولكن خد بالك بقى، أدت هزيمة إسرائيل عام 1973 إلى عودة السكان إلى سينا ومدن القناة مرة أخرى، فارتفعت بها الكثافة السكانية. شفتم بقى إزاي الظروف السياسية والعسكرية ممكن تأثر لنا على توزيع السكان؟ فلما كان عندنا حرب سكان سينا جم قعدوا عندنا في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم فارتفعت كثافتهم السكانية. طيب يجي يسألني هنا بقى ازاي؟ سم الله، صلى على رسول الله وركز جدا جدا في السؤال الحلو ده. أثرت الظروف السياسية في العقد السادس واللي هو سنة 60 يعني من القرن الماضي بشكل واضح في توزيع سكان مصر من جهة نقط. كان عندنا حرب بقى في أنهي جهة؟ يبقى الإجابة هل رقم 1 الجهة الشمالية، ولا رقم 2 الجهة الشرقية، ولا رقم 3 الجهة الغربية، ولا رقم 4 الجهة الجنوبية؟ فكر كده وجاوب. يبقى الإجابة رقم 2 يا جيو الجهة الشرقية، لأن إسرائيل جت احتلت أرض سينا وسينا تقع في الجهة الشرقية من مصر، بالتالي اضطر أهل سينا النزوح إلى مناطق أخرى داخل مصر، وده طبعا أثر على توزيع السكان. الله الله عليك، ممتاز جدا جدا جدا. كده احنا فرمنا كل العوامل الطبيعية والبشرية اللي بتؤثر على توزيع السكان عندنا في مصر. طيب يلا بينا بقى في حلقة النهاردة نكمل درسنا ونشوف ايه حكاية الكثافة السكانية. سم الله بقى، صلى على رسول الله، خد حسنات وركز معايا. ببساطة كده يا حبايبي، الكثافة السكانية هي عدد السكان مقسوما على الوحدة المساحية التي يعيشون عليها،
مقاسة بالكيلومترات المربعة أو أي وحدات قياس مساحية أخرى. يعني يا حبايبي ببساطة خالص، علشان أعرف كثافة السكان في دولة معينة مثلا، بقسم عدد السكان على مساحة الدولة اللي هم عايشين فيها دي. فلو مثلا جينا نحسب الكثافة السكانية في مصر، هنلاقي ركز بقى وخد بالك معايا إن عدد السكان في مصر في الوقت الحالي تقريبا هنقول 100 مليون نسمة. أقسمهم بقى على مساحة مصر اللي هي تقريبا مليون كيلو متر مربع، الناتج يطلع معايا كام؟ 100. برافو. بس 100 ايه بقى؟ 100 نسمة كل كيلو متر مربع. يعني من الآخر نصيب كل 100 شخص عايش في مصر 1 كيلو متر مربع بس من مساحة الأرض دي. إذا يا حبايبي نقدر نقول إن توضح الكثافة السكانية العلاقة بين عدد سكان كل دولة ومساحتها. ولكن خد بالك بقى واصحى اللي جاي ده، الله على كل طالب شاطر مصحصح ومركز معايا. ركز كده، بيقول لك ايه؟ قال لك بقى كمان ان الكثافة السكانية دي بتنقسم لنوعين. النوع الاول اسمها الكثافة العامة، اما النوع الثاني اسمها الكثافة الحقيقية او بنسميها الكثافة الصافية. طيب وايه الفرق بقى يا جيو بين الكثافة العامة والكثافة الحقيقية؟ سم الله، صلى على رسول الله، وتعال نشوف ايه الفرق بينهم. ونبدأ بالكثافة العامة، وهي عدد السكان بالنسبة للمساحة الكلية، يعني بتساوي عدد سكان دولة ما على مساحة الدولة. فمثلا مساحة مصر مليون كيلو متر مربع زي ما قلنا، وعدد سكانها 90 مليون نسمة، بس الكلام ده كان طبقا لإحصائيات 2015. بالتالي فالكثافة العامة لمصر لسنة 2015 هتساوي كام؟ خد بالك، 90 مليون نسمة على مساحة الدولة، واللي هي قلنا مليون كيلو متر مربع. يبقى الناتج كام؟ 90 نسمة كل كيلو متر مربع يا جيو. ممتاز، بالظبط كده. شفت بقى الكثافة السكانية سهلة ازاي؟ بنقسم عدد السكان على المساحة، بيديني رقم. الرقم ده بيكون عدد الأشخاص اللي بيعيشوا على كل كيلو متر مربع. وجبنا كمان الكثافة دي سنة 2015، وفي المثال الأولاني جبناها في الوقت الحالي. طيب قول لي بقى، لو انت شاطر وفهمت الكلام ده، فهمت ايه من المثالين اللي احنا قلناهم دول؟ فهمت يا جيو ان بناء على احصائيات سنة 2015 كان عدد سكان مصر 90 مليون نسمة، بالتالي فكان نصيب كل 90 فرد 1 كيلو متر بس من مساحة الدولة. اما في الوقت الحالي عدد سكان الدولة زاد، فبقى نصيب كل 100 فرد 1 كيلو متر بس من مساحة الدولة. يعني يا جيو نصيب الافراد قل من المساحة. برافو. يبقى نركز بقى يا ولاد كده ونفهم الكلام. مع زيادة عدد السكان الكثافة هي كمان بتزيد، فنصيب الفرد من الأرض اللي عايش عليها بيقل. صح كده ولا إيه؟ ما هي مساحة الدولة ثابتة، اللي بيتغير عندي هو عدد السكان. ولكن عزيزي طالب الشطور، ركز معايا كده وخليني أقول لك إن هذا النوع من الكثافة اللي هو الكثافة العامة يعني لا يعكس التوزيع الحقيقي للسكان. ويعني ايه بقى يا جيو الكثافة العامة لا تعكس التوزيع الحقيقي للسكان؟ ما أنا جاي لك في الكلام أهو. شوف بقى كده بيقول لك إيه؟ وذلك لوجود مساحات واسعة غير معمورة وغير مستغلة اقتصاديا، مما جعل مؤشر الكثافة السكانية العامة للسكان ليس له قيمة. ده معنى كده، ركز كده وخد بالك معايا في الخريطة دي. هتلاقي ان السكان متركزين في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم وكم حتة صغيرين كمان كده متنطورين في مصر زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت. وباقي محافظات مصر ايه بقى؟ محافظات حدودية او صحراوية، يعني نادرة السكان. وعلشان كده بقى يا باشا بنقول ان الكثافة السكانية العامة في مصر لا تعكس التوزيع الحقيقي للسكان او ليست لها قيمة. طيب ليه؟ لان خد بالك انا علشان احسب الكثافة العامة بعمل ايه؟ بقسم عدد السكان واللي هم اصلا متركزين عندي في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، بقسمهم على مساحة مصر كلها، واللي اصلا معظم مساحة مصر ارض صحراوية ونادرة السكان. طيب ازاي انا اقسم شوية سكان عايشين في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم على مساحة مصر كلها؟ المفروض الصح اقسم السكان دول على المساحة اللي هم عايشين فيها بس، علشان تكون الكثافة بالنسبة لي حقيقية. طيب والحل يا جيو علشان تكون الكثافة حقيقية وبتعكس التوزيع الحقيقي للسكان نعمل ايه؟ الحل بقى يا كبير في النوع الثاني من انواع الكثافة، واللي هي الكثافة الحقيقية او بنسميها الكثافة الصافية.
طيب واشمعنى؟ تعال نشوف. ببساطة يا حبايبي لأن الكثافة الحقيقية هي عدد السكان بالنسبة للمساحة المعمورة فعليا أو المأهولة بالسكان. الله، افهم بقى الكلام المهم ده. يعني يا أولاد لو عاوز أعرف من الآخر كده الكثافة الحقيقية للسكان، بقسم عددهم على المساحة الفعلية اللي بيعيشوا عليها، واللي هي يعني المساحة المعمورة بالسكان. فلو تفتكر معايا في الجزء الأول من الدرس قلنا إن السكان بيعيشوا في مساحة لا تتعدى 45,000 كيلو متر من مساحة مصر كلها، وهي دي بقى المساحة المعمورة بالسكان. طيب تعال بقى نجيب من المساحة المعمورة بالسكان دي الكثافة الحقيقية لمصر. إذا هنعمل إيه؟ الكثافة الحقيقية لمصر هتساوي عدد السكان اللي هم 100 مليون على المساحة المعمورة فعليا بقى بالسكان، واللي هي 45,000 كيلو متر مربع. والناتج اللي هيطلع هيبقى هو ده الكثافة الحقيقية للسكان. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ عرفت الفرق بين الكثافة العامة والكثافة الصافية أو الكثافة الحقيقية؟ إذا يا حبايبي نقدر نقول إن هذا النوع من الكثافة اللي هو الكثافة الحقيقية يعني يعد مؤشرا حقيقيا للكثافة السكانية. طيب عظيم قوي. بعد ما عرفنا بقى يعني ايه كثافة عامة ويعني ايه كثافة صافية، تعال لي بقى اسألك سؤال وشغل دماغك كده وجاوبني عليه. هل المحافظات اللي عندي في مصر اللي هي مأهولة بالسكان مساحتها كلها واحدة؟ طيب سؤال تاني، هل السكان اللي بيعيشوا في محافظات مصر المختلفة دي كلك عددهم واحد؟ يعني الناس اللي بتعيش في القاهرة هم قد الناس اللي بيعيشوا في اسكندرية، قد الناس اللي بيعيشوا هنا، قد الناس اللي بيعيشوا هنا؟ لا طبعا يا جيو، دي كل محافظة ليها مساحة مختلفة عن المحافظات التانية، وكمان عدد السكان في كل محافظة مختلف برضه عن أي محافظة تانية. الله ينور عليك، حلو قوي. وعلشان كده بقى أولاد هنقول تختلف الكثافة الصافية من منطقة إلى أخرى داخل المساحة المعمورة في مصر. يعني من الآخر يا أولاد بيقول لكم لو عاوز تجيب الكثافة الحقيقية بس تكون بقى كثافة حقيقية جدا 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 وصافية جدا جدا جدا، هنعمل ايه بقى؟ هنحسب الكثافة الحقيقية بس مش للمنطقة المعمورة بالسكان كلها بقى، لا، ده لكل محافظة على حدة أو كل منطقة فيها سكان على حدة. يعني من الآخر هناخد كل منطقة في مصر لوحدها ونقسم عدد سكانها على المساحة بتاعة المنطقة دي. طيب ليه؟ علشان تكون الكثافة عندي صافية وحقيقية جدا جدا جدا. طيب تيجوا نعمل الكلام ده في مصر ونشوف الوضع عندنا ايه؟ يلا بينا. بالفعل يا حبايبي لما جم يعملوا الكلام ده عندنا في مصر كانت النتيجة زي ما انت شايف في الخريطة دي. لقوا ان عندنا 6 انواع مختلفة من الكثافة باختلاف طبعا المحافظات والمناطق. فلقوا رقم 1 عندنا منطقة مرتفعة الكثافة السكانية جدا، مثل ايه بقى؟ محافظة القاهرة اللي هي دي. طيب رقم 2 منطقة مرتفعة الكثافة السكانية بس من غير جدا، يعني أقل سيكة كده، زي محافظة إيه؟ زي محافظة الجيزة. المنطقة دي من محافظة الجيزة. طيب رقم 3 مناطق متوسطة الكثافة السكانية مثل محافظات، خد بالك معايا الخريطة، القليوبية اللي هي دي، وسوهاج، والاسكندرية كمان. طيب ركز معايا بقى كده في رقم 4، لقوا كمان عندنا مناطق منخفضة الكثافة السكانية مثل، ركز بقى معايا في الخريطة، زي مناطق في محافظة كفر الشيخ ومناطق تانية في محافظة البحيرة. طيب تعالى بقى نشوف رقم 5، لقوا كمان مناطق منخفضة الكثافة السكانية جدا مثل مناطق موجودة في محافظة الإسماعيلية اللي هي دي، وكمان محافظة اللي هي دي. واخيرا لقوا عندنا كمان مناطق نادرة السكان مثل محافظات ايه؟ قول انت. برافو، المحافظات الحدودية، زي مناطق في محافظات شمال سيناء اللي هي دي، وجنوب سيناء اللي هي دي، وكمان البحر الاحمر والوادي الجديد ومطروح. ولكن يا حبايبي تعالوا نضيف معلومة صغيرة هنا كمان بالنسبة للمحافظات النادرة للسكان، وهي ان المحافظات النادرة للسكان دي يترقى سكانها في الواحات ومناطق التعدين او المراكز العمرانيه المتباعده عن السواحل. يعني يا حبايبي نلاقي الناس اللي موجوده في المناطق الصحراويه اللي هي نادره السكان دي نلاقيها موجوده لجنب الواحات عشان يشربوا من ميه الابار والعيون، لما في المناطق اللي فيها تعدين يعني المناطق الصناعيه بيشتغلوا فيها، لما المناطق العمرانيه اللي يقدروا يعيشوا فيها. وبس يا سيدي، ادي كل حكايه الكثافه السكانيه. فاضل معانا جزء صغير كده في الدرس، تعال بقى نشوفه علشان نختم حلقتنا، وهو بعنوان توزيع السكان بين الحضر والريف. فبيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ سم الله، صلى على رسول الله.
بيقول لك إن يختلف توزيع السكان وكثافتهم ما بين الريف والحضر في مصر، حيث رقم 1 يبلغ عدد سكان الحضر نحو 35.7 مليون نسمة، أي 43% من جملة السكان. أما رقم 2 يبلغ عدد سكان الريف نحو 47.3 مليون نسمة، أي نحو 57% من جملة عدد السكان. طيب قول لي انت بقى، ركز معايا، انهي من وجهة نظر سعادتك المحترمة كثافتها السكانية اعلى، هل الحضر ولا الريف؟ فكر كده وجاوب. يعني انا من وجهة نظري يا جيو متهيألي يعني كثافة الريف اعلى من كثافة الحضر، لان عدد سكان الريف اعلى من عدد سكان الحضر. لا يا كبير، اجابتك غلط. طيب وايه الصح بقى يا جيو؟ سم الله، صلى على رسول الله، وتعالى اقول لك. قال لك بقى يا سيدي، على الرغم من ان عدد سكان الريف اكتر بكتير من عدد سكان الحضر، الا ان كثافة الحضر اعلى من كثافة الريف. طيب ليه؟ سم الله، صلى على رسول الله. لان ببساطة يا اولاد، المدن الحضرية عندنا مساحتها صغيرة بالنسبة لمساحة الريف، فعلى الرغم من ان سكان الحضر اقل من سكان الريف، الا ان اجي اقسم سكان الحضر على مساحتهم الاقي ان كثافتهم اعلى من كثافة الريف. فهمت؟ شفت الموضوع طلع سهل ازاي؟ طيب قول لي انت تاني بقى، انهي كثافته اعلى، الحضر ولا الريف؟ الحضر طبعا يا جيو، انا كده فهمت الجزئية دي وتمام ومية مية. وبس يا سيدي، ادي درس توزيع السكان والكثافة السكانية في مصر. ولكن اوعى تقفل الفيديو، تعالى معايا هنحل شوية اسئلة حلوين كده فيهم افكار حلوة جدا جدا جدا، فركز معايا بقى وتعالى يلا نشوف السؤال الاول. تكاد تقترب الكثافة العامة من الكثافة الفعلية للسكان في محافظة نقط. هل رقم 1 الاسكندرية، ولا رقم 2 جنوب سيناء، ولا رقم 3 مطروح، ولا رقم 4 كفر الشيخ؟ فكر كده وجاوب. يبقى الإجابة رقم 1 يا جيو، مدينة الإسكندرية. لأن مدينة الإسكندرية حضرتك قلت لنا إنها من المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، بالتالي فكثافتها العامة ممكن تكون قريبة من كثافتها الفعلية. أما محافظة كفر الشيخ يا جيو فحضرتك قلت لنا إن كثافتها منخفضة، يعني عدد سكانها أقل من المساحة اللي بيعيشوا عليها. أما بقى محافظتين مطروح وجنوب سيناء فدول محافظتين نادرين السكان يا جيو، يعني كثافتهم العامة في ناحية والحقيقية في ناحية تانية خالص يا جيو، فتبقى الإجابة مدينة الإسكندرية. الله، سقفة والله كبيرة، ممتاز جدا، برافو. انت كده طمنتني وحسستني انك فاهم وان تعبنا ما بيروحش على الارض. طيب تعالى بقى وريني شطارتك في السؤال الثاني. تتعرض الموارد الاقتصادية المتاحة في بعض محافظات مصر للضغط الشديد بسبب نقط. هل رقم 1 الكثافة الحقيقية للسكان، ولا رقم 2 ارتفاع معدلات الإعالة، ولا رقم 3 التركيب النوعي للسكان، ولا رقم 4 الكثافة العامة للسكان؟ فكر كده وجاوب. يبقى الإجابة رقم 1 يا جيو، الكثافة الحقيقية للسكان. لأن حضرتك قلت لنا إن بسبب تركز السكان في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، فده شكل ضغط كبير جدا على الموارد الاقتصادية. وتركز السكان يا جيو في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، أنا لو جيت أحسبها ككثافة فأنا كده بحسب كثافة حقيقية مش كثافة عامة. الله، ممتاز جدا. طيب كمان سؤال مقالي بقى للناس الشاطرة جدا جدا وللناس اللي مركزة معايا طول الحلقة، تعالى يلا نشوفه. توجد علاقة عكسية بين مساحة أي محافظة في مصر وكثافة السكان فيها. بيقول لك في علاقة عكسية بين المساحة بتاعة أي محافظة في مصر وكثافتها السكانية. إيه هي بقى العلاقة دي؟ سمعنا حلاوة صوتك كده. يبقى الإجابة يا جيو العلاقة عكسية بين مساحة أي محافظة في مصر وكثافة السكان، لأن المحافظات التي تتميز بالمساحة الكبيرة هي محافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية، واللي هي في نفس الوقت يندر بها السكان، في حين إن محافظات الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم الأقل مساحة ترتفع بها الكثافة السكانية، وده بسبب توافر عدة عوامل، منها موارد المياه والتربة الخصبة والنشاط الزراعي. الله، فرمنا كده كل الدرس بنجاح. آخر سؤال بقى معانا هنعتبره واجب، هتفكر فيه وتسيب لي إجابته في كومنت تحت الفيديو. السؤال بيقول: تعد الكثافة العامة للسكان من أنواع الكثافات التي توضح نقط. هل رقم 1 التوزيع الفعلي، ولا رقم 2 الهجرة الداخلية،
ولا رقم 3 التوزيع التقديري، ولا رقم 4 الهجرة الخارجية؟ فكر بقى في إجابة السؤال براحتك وسيب لي إجابته في كومنت تحت الفيديو. وبس يا سيدي، أدي حلقة وحكاية النهاردة. لو استفدت بقى من الحلقة فانزل اعمل لايك وشير لكل أصحابك، واشترك طبعا في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. أشوفكم الحلقة الجاية على خير، سلام.